الاتريبيوشن موديل اللي احنا بنشتغل عليه، هتلاقي دلوقتي بقى جوجل بيريكومند ان انت تشتغل على اتريبيوشن موديل اسمه داتا دريفن. لو جيت كده فتحت الكونفرجن تراكنج بتاعك هتلاقي بيقول لك احنا بنريكومند الداتا دريفن موديول. طب هو ايه اصلا الاتريبيوشن موديلز اللي بيمشي بيها جوجل؟ جوجل عنده 6 اتريبيوشن موديلز مختلفين. عنده داتا دريفن ولاست كليك وفيرست كليك ولينير وتايم ديكي وبوزيشن بيزد. خليني كده هديكوا بسرعه نبذه بسيطه عن كل واحد فيهم عشان تبقوا فاهمين كل واحد بيعمل ايه بالظبط. داتا دريفن بيقول ان انا لو الشخص دخل من اكتر من كامبين، عاده والكاستمر مش بيعمل كونفرجن من اول مره بيشوف فيها الكامبين بتاعتك، فهو مثلا ممكن يدخل من كامبين سيرش وبعدين يشوف ريتارجتنج اد على اليوتيوب وبعدين يشوف مثلا ريتارجتنج اد على موبايل اب عنده اللي هو الجوجل ديسبلاي مثلا. فهو دخل اول مره من الكامبين السيرش ولكن عمل كونفرجن من كامبين الديسبلاي. لو انا مختار الداتا دريفن اتريبيوشن موديل، جوجل هيبتدي يقسم الكونفرجن ده على الثلاثه كامبينز اللي هو دخل منهم، السيرش والديسبلاي واليوتيوب، ولكن هيدي القدر الاكبر من الكونفرجن لاخر كامبين هو دخل منها وعمل منها الكونفرجن. ساعتها هتلاقي انت لو بتستخدم الداتا دريفن موديول ده هتلاقي بقى ايه، ان انت بقى عندك كسور. يعني ايه كسور؟ هتلاقي مثلا كامبين جايبه 3 اوردرات ونص وكامبين تانية جايبه اوردرين ونص، بس لو جيت جمعت كل الاوردرز اللي جايباها كل الكامبينز هتلاقيها رقم صحيح عادي. طب ايه الانصاص بقى والاتنين من 10 والكلام ده؟ دي التقسيمه اللي جوجل بيقسمها، بيدي فيها جزء من الكونفرجن بتاعك بيحطها على كل كامبين. فبالتالي لو حد مثلا دخل من 3 كامبينز وبعدين عمل الكونفرجن فهيحط مثلا 2 من 10 و2 من 10 وبعدين 0.6 مثلا، فهيبتدي يقسمها بالشكل ده. وده اللي جوجل بيعمله ريكومنديشن دلوقتي عشان يبتدي يعرف اكتر عن الكونفرجن باث بتاع الكلاينت بتاعك. تاني حاجه من الاتريبيوشن مودلز بتاعت جوجل هو اللاست كليك. اللاست كليك جوجل بيحسب الاوردر اللي جه لاخر كامبين العميل جه منها، بغض النظر هو دخل من كام كامبين قبل كده، بس اخر كامبين العميل جه منها هيحسب لها الاوردر، وبالتالي ده اللاست كليك. وده برضو نفس الاتريبيوشن موديل اللي بيمشي عليه جوجل اناليتكس. طيب في اتريبيوشن موديل تاني اسمه فيرست كليك، وده هنا جوجل بيبتدي يحسب الكونفرجن اللي حصل على اول كامبين العميل دخل منها. في واحد تاني اسمه لينير. لينير ده لو هو دخل من 3 كامبينز فهو بيوزع الكونفرجن ده عليهم بالتساوي، او 4 كامبينز بيوزعهم عليهم بالتساوي. لو هو مثلا عدى ب4 كامبينز وبعدين عمل كونفرجن فهو هيدي ربع 0.25 لكل كامبين منهم، بيوزعها بالتساوي. التايم دي كي ده بقى خامس اتريبيوشن موديل. تايم دي كي ده بيبتدي ان هو العميل دخل مثلا من 3 كامبينز بس بيدي اكبر جزء من الكونفرجن للكامبين اللي هو دخل منها اقرب حاجه، فدي بيربط الكونفرجن بالوقت شويه. اخر حاجه من الاتريبيوشن مودلز هي بوزيشن بيزد. بوزيشن بيزد بيبتدي ان هو يدي 60% من الكونفرجن بتاعك بيقسمهم على اول كامبين واخر كامبين، وال40% الباقيه بيقسمهم على الكامبينز اللي في النص. بمعنى ان هو لو الكلاينت ده دخل من 4 كامبينز فهو بيدي 30% لاول كامبين و30% لاخر كامبين و20% لكل كامبين في النص. عشان ما توهكش تاني هتلاقيني برضو ان احنا بنشير ده على سكرين شير كده، ان شاء الله تقدر تشوفها على اليوتيوب وتلاقي الدنيا مترتبه وسهله ان شاء الله فيها. جوجل بيريكومند بقى ايه؟ الداتا دريفن اتريبيوشن موديل، فانت اتاكد ان انت شغال على الداتا دريفن اتريبيوشن موديل. تقدر تشوف الحلقه كامله على اليوتيوب او تسمعها على جوجل وابل بودكاست.